بلاش الكارد دوت، بيخش عليك بالخراب وممكن يخرب الدنيا. يا ابني اسمع كلامي، هتجيب كارد ونمشي نفسنا. لا يا عم لا. يعني هتفضل المكنه بايظه وانت موقف حالك كده عشان 10000 جنيه هتكون كارد ورايح دماغك. يا عم لا انا بخاف من الموضوع ده اصلا يا عم. عموما انا مكانتي فيها شويه شغل، رحت بيني وبينك جبت امبارح 20000 جنيه كارد. تمام؟ اروح اظبط مكانتي يابا، وكل شهر ادفع ايه؟ القسط بتاعي وخلاص ورايح دماغي. ما تحاسبش على الشاي والقهوه. ماشي انا هحاسبهم لك. خلصانه. طب انا اعمل ايه؟ هو راح خد كارد وهيعمل مكانته وانا مكانتي عطلان. طب اخد انا كمان كارد ولا اعمل ايه؟ يا ابو حازم يا ولد مالك يابا؟ بتكلم نفسك ولا ايه يا حبيبي؟ محمد. بتكلم نفسك؟ محمد خلاص؟ اعمل ايه طب يا وائل؟ في إيه؟ محمد راح خد كارد عشان خاطر يعمل مكانته، وانا مكانتي برضه بايظه عايز اعملها، بس خايف اعمل كارد مش عارف لا اعمل ايه. كارد مين؟ ما انا مش الكارد عارف. ده يا حبيبي بيجيب عليه بالقرار. طب اعمل ايه؟ ما انا لا مكانتي واقفه يا صلى وائل. على انا النبي، شكلي هعمل كده. صلى على النبي، صلى على عليه النبي. الصلاة والسلام. انا عندي ليك فكره 10 على 10. قولها والنبي. وحظك حلو. إيه؟ لسه الجمعيه هتبتدي لسه بعد بكره او الشهر الجديد، ماشي؟ وانا يا عم هتوسط لك في الجمعيه دي ان انت ربنا ايه يكرمك وتقبض الاول. بجد والله العظيم. اقسم بالله. بس بقى بعد كده ما تحرجنيش قدام حد. لا كل اول شهر تجيب لي الفلوس بتاعت الجمعيه. احسن من الكارد. انا الجمعيه دي اللهم والله. صل على النبي 50000 جنيه. هتعمل أنا هعمل المكنة مكانتك كلها. وتظبط نفسك وهتدفع ايه جمعيتك كل شهر. طب يا ريت والله. بس بالله عليك ما تحرجنيش. لا يا عم والله. انا هتصدر لك في الموضوع يا ده. عم ده انت انقذتني، ده انا كنت لسه هقوم اقدم دلوقتي على قرض. لا قرض ايه؟ والله بس الجمعيه احسن. القرض ده فلوسه لا الجمعيه بتجيب بخراب. لا يابا على ايه؟ انت حبيبي يا ابو حازم. والله الجمعيه انا مش عارف شايفك تعبان وشايفك نفسيتك تعبانه وبتتكلم نفسك. فكره الجمعيه دي كانت تايهه عن دماغي خالص، انت سبب. خلاص؟ والله. على بركه الله. على الله. يلا.